حبيبي I love you I need you حبيبي غنيلي وخليني معاك. يسعد ايامكم غواري. واحد واحد وحده وحده. اهلا 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 بعد الحبايب. اهلا. شو هي حظوظ منتخبنا السوري مع المنتخب الاسترالي؟ وايمت رح تصير هالمباراه؟ وين؟ وشو هي تشكيلة الفريق اللي رح تصير؟ هالشي كله رح نعرفه وفورا. رح تصير بتاريخ 5 من الشهر الجاي او الشهر القادم على ملعب الشيخ زايد بابو ظبي، وطبعا هي رح تكون مباراة الذهاب، وعلى الاغلب مباراة الاياب رح تصير 10 من الشهر نفسه، طبعا استراليا وبين جمهور المنتخب الاسترالي. الفايز من هالمباراتين رح يلعبوا على الاغلب مع الهند راوس او منتخب بنما، يعني اذا ربحنا على المنتخب الاسترالي بنكون تجاوزنا اهم واصعب مهمة لمنتخبنا السوري. وطبعا لعلمكم انه المنتخب الاسترالي مو مثل قبل، لانه المنتخب التايلندي احرجه بارضه وبين جمهوره. لتايلاند مرور تقدم من الجهه اليسرى داخل منطقه الجد، هذا خطير ملعوبه لمصلحه المنتخب التايلندي. فعلتها تايلاند هنا في ملبورن، فعلتها تايلاند وعادت الامور الى نصابها. وطبعا بنتمنى من المدرب ايمن الحكيم انه يتلافى كل الاخطاء الفادحه اللي صارت بالمباريات السابقه ويقوي الدفاع اكثر من هيك، لانه نحن مشكلتنا بالدفاع. وهلا رح نستعرض انا وانتم اسماء لاعبين المنتخب السوري مع اسم مدينه كل شخص منهم. فراس الخطيب من مدينه حمص، عمر السومه من مدينه دير الزور، عمر خربين من مدينه دمشق، مارديك ماردكيان من مدينه اللاذقيه، محمود المواس من مدينة حماة، أحمد الصالح من مدينة عامودة، حميد ميدو من مدينة حلب، فهد اليوسف من مدينة قامشلي، مؤيد عجان من مدينة دمشق، عمرو ميداني من مدينة دمشق، زاهر ميداني من مدينة دمشق، أسامة أومري من مدينة دمشق، تامر الحاج محمد من مدينة حمص، إبراهيم عالمي من مدينة حمص، عمرو جنيات من مدينة حمص، علاء شبلي من مدينة دير الزور. من كل قلوبنا بنتمنى الفوز لمنتخبنا السوري، ويا رب نتأهل ولأول مرة لتصفيات كأس العالم. ويا جماعة خلونا ننسى السياسة شوي وخلي تكون أخلاقنا رياضية، لأنه هذا منتخب لكل السوريين مو لفئة محددة، والفوز أكيد رح يفرحكم كلياتكم. أنا بعرف. شفتكم بخير، ويا رب دايما أشوفكم بخير. سلام. إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك.